النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يوجه رسالة تحد جديدة بعد الأنباء المتداولة عن استبعاده من قائمة الهلال السعودي لهذا الموسم بعد غيابه عن الملاعب لمدة عام بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل. كان الجميع ينتظر عودته مطلع الموسم الجديد، ومع ذلك تشير التقارير إلى أن نيمار لم يصل إلى الجاهزية البدنية الكاملة بعد، ما دفع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى اتخاذ قرار بإرجاء قيده حتى شهر يناير المقبل. وبينما يستعد الهلال لتسليم قائمته النهائية، نشر نيمار عبر حسابه على إنستغرام صورا له أثناء أداء تدريباته للياقة في صالة الجيم كجزء من برنامجه التأهيلي، وعلق قائلا: أعمل في صمت ولا تستسلم أبدا، في إشارة واضحة لتحديه للوضع الحالي ورغبته في العودة بقوة إلى الملاعب. قبل أيام قليلة شارك نيمار مقطع فيديو له وهو يسدد على المرمى خلال تدريباته الخاصة، وكبر قائلا: أنا عائد. هل سيعود نيمار ليقود الهلال نحو النجاح؟ تابعوا قناتنا واشتركوا لتكونوا على اطلاع دائم بأحدث الأخبار والتطورات حول مسيرة نيمار في الهلال ومستقبل الفريق في البطولات المحلية والقارية.